من ظلم شبرا طوقه يوم القيامة من 7 أراضين يوم الأهوال. ولهذا يخبرني أحد الإخوان بهذه المناسبة عن أحد القضاة في إحدى المدن في المملكة، يقول إنه جاء إليه خصمان يتخاصمون على أرض، فنظر في القضية فقال إذن سآتي إليكم في نفس الأرض. فذهب القاضي إليهم في نفس الأرض ونظر في حجة الخصمين، فلما رأى الحق لأحدهما قال للشخص المعتدي وهم في وسط الأرض اجلس، فجلس. طبعا القاضي يأمره، قال خذ من التراب وضعه في حجرك، فاستغرب قال ليش يا شيخ؟ قال املأ حجرك تراب. فبدأ يملأ املأ 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 وهو ينفذ أمر الشيخ حتى امتلأ حجره بالتراب. قال قم احمله، فأراد أن يحمله فثقل عليه فلم يستطع. فقال له القاضي هل تعلم أنك بظلمك أخيك هذا لو لم ترجع إلى الحق ستطوق تراب هذه الأرض من 7 أراضين يوم القيامة، فهل لك قدرة على حملها؟ الرجل رمى التراب وجلس يبكي وتأثر، يقول وأخذت من هذا درسا في حياتي إلى أن ألقى الله عز وجل.